تعالي بقى اقول لك دلوقتي لو عندك لفة جلاش بايظة ومتقطعة ومش عارفة تعملي بيها ايه. تعالي اقول لك هتستخدميها ازاي. طريقة تحفة جدا. يلا بينا ندخل على الطريقة. بس في الاول خليني اوريكي التسوية بتاعتها عاملة ازاي. وكمان الطبقة اللي في النص تحفة جدا، طعمها رهيب يا جماعة. بجد مش هتبطلوا تعملوها بالطريقة دي. وكمان لو عندكم لفة جلاش بايظة هتقدروا ان انتوا تستخدموها. يلا بينا ندخل على الطريقة. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده، انا هعمل الطبقه اللي في النص، طبقه الكريمه الداخليه. حطيت هنا 3 كوبايات من الحليب، وتقدروا كمان تضيفوا قشطه لو عندكم. خلاص. بعد كده ضفت عليهم معلقتين من السكر، ما نزودش السكر علشان احنا لسه هنحط شربات في الاخر عشان ما تبقاش مسكره قوي. يبقى انا كده حطيت 3 كوبايات من الحليب، عليهم معلقتين من السكر، عليهم 3 معالق كبار زي ما انتم شايفين كده من النشا. وبعد كده حطيت معلقتين من الكريم شانتيه باودر، وده بيخلي طعم الكريمة بتاعتنا مميزة جدا زي القشطة. وحطيت شوية صغيرين كده من الفانيليا. كل ده مع بعضه على البارد. وبعد كده بديهم تقليبة وبرفعهم على النار، على نار متوسطة لحد ما نوصل للقوام اللي انا هوريه لكم دلوقتي. بس اهم حاجة ان احنا ندوب كل التكتلات في الاول كده زي ما انتم شايفين على البارد. بعد كده رفعتها على النار وفضلت اقلب فيها لحد ما وصلت للقوام اللي انتم شايفينه ده. وبدأت تغلي من الجنب كده. كده الكريمة بتاعتنا جاهزة، نسيبها بقى لحد ما تبرد. هنا انا كنت ناوية اعمل وصفة تانية، بس لما لقيت الجلاش بالشكل ده قررت ان انا اعمل الوصفة دي. زي ما انتم شايفين كده، دي كده كانت لفة جلاش عندي من رمضان، وحبيت ان انا استغلها. لقيتها مقطعة ومفرفتة زي ما انتم شايفين كده، ومقسومة نصين، وطلعتها من الورقة بالعافية. شايفين لازقة ازاي؟ يعني انا فعلا كنت بطلعها يعني بعجوبة، يعني حاسة ان هي مش هتطلع من الورقة من كتر ما هي لازقة ومكسرة. معاه هنا كمان الطبق اللي في الجنب ده فيه نص كوباية من الزبدة على زيت، مسخناهم في الميكرويف وسايباهم يدوب مسيحاهم بس. شايفين بقى الجلاش بتاعي متقطع ومتفرفت ازاي؟ زي ما انتم شايفين كده لميته كله بالشكل ده. وقلت لا، لازم اعمل بيه بقى ايه وصفة مختلفة، وكمان تديني طعم حلو. بدأت ان انا اقطع شرايط بالشكل اللي انتم شايفينه ده كده، لان هي مش هينفع معاها ان انا استخدمها على وضعها الحالي غير ان انا اعملها بالطريقة دي. بدأت ان انا اقطعها كلها بالشكل ده. وبعد كده مسكت الشرايط دي وبدأت ان انا افرطها من بعض بالشكل ده كده، عشان انا عايزاها تكون هشة كده وتكون معايا مفرفتة بالشكل ده. بعد بقى ما فرطتهم من بعض وفصصتهم بالشكل ده كده، نجيب بقى الصينية اللي احنا هنشتغل فيها. جبت الصينية بتاعتي وبدأت ان انا اغلفها بالزبدة والزيت كويس جدا، او سمنة على حسب ما انتوا عايزين. انا هنا كنت مسيحة زبدة على زيت. وبدأت ان انا اغلف الصينية. وبعد كده اخدت نص الكمية من الجلاش اللي احنا مقطعينه، وبدأت ان انا افرده كويس جدا. وكمان كنت بسويه بحيث ان انا الارضية بتاعت الصينية ما تبقاش باينة معايا خالص من اي جزء من الصينية. بدأت ان انا اي حتة بشوفها فيها فراغات بحط عليها من الجلاش واداريها عشان الصينية بتاعتي تكون متساوية كلها. بعد كده جبت الكريمة بتاعتي بعد ما كانت بردت تماما، وبدأت ان انا اوزعها بالشكل ده كده. هبدأ بقى ان انا افردها دلوقتي بالمعلقة بالشكل ده، واخليها متساوية وما نوصلهاش لحد الاطراف، بحيث ان احنا لما نيجي نطلعها ما تبوظش معانا وتبهدل الدنيا. خلاص. باخد بقى بقية كمية الجلاش وبفردها برضو على الوش بنفس الطريقة، وبسويها كويس جدا زي ما هتشوفوها دلوقتي كده. بعد ما سويتها كده بدأت ان انا اضغط عليها من الاطراف واقفلها كويس جدا. وبعد كده جبت بقية نص كوباية بتاعتي وبدأت ان انا اوزعها كلها كده. وحطيت كمية المادة الدهنية اللي معايا كلها. يعني نص كوباية دي انا حطيتها كلها بالشكل ده كده. وبعد كده جبت السكين وبدأت ان انا اقطعها للشكل اللي انا عايزاه. يعني انا هنا قطعتها زي ما انتم شايفين كده بالنص، وبعد كده لفيت الصينية وقطعتها بالنص التاني، بحيث ان انا اعملها مثلثات زي ما هتشوفوها دلوقتي كده. بالشكل ده كده بدأت ان انا اقطعها. ضروري ان احنا نقطعها قبل التسوية عشان ما تتكسرش معانا بعد التسوية، لان هي بتبقى مقرمشة. ولو استنينا ان احنا نقطعها بعد التسوية هتكون معانا مش مظبوطة. بحطها بقى على الرف اللي في النص وبشغل الفرن من تحت بس. واول ما بتاخد لون من تحت وتكون لو لسه ما اخدتش لون من فوق، بفتح عليها الشواية شوية صغيرين خالص. انا هنا بقى كان عندي شربات اللي هو يعني وسط، لا خفيف ولا تقيل. عبارة عن كوباية ونص من السكر، حطيت عليهم كوباية من المية ونص ليمونة، عصرة نص ليمونة وشوية من الفانيليا. وأول ما غليوا 7 دقايق وقمت طافية عليهم وسبته لحد ما يبرد تمام. هنا بقى بعد ما بردت شوية
هي مش بردت، هي يعني كانت شربت الشربات شوية، وبدأنا نقطّعها بالشكل ده عشان أطلّع معاكم قطعة وتشوفوها معايا من جوّه عاملة إزاي، شايفين؟ ما شاء الله تحفة جدًا، الكريمة جوّه سايحة زي ما أنتم شايفين كده، طبعًا ده عشان هي لسه سخنة، ما بردتش أوي، وكمان لمّا نسيبها تبرد شوية هتلاقي إن الكريمة اللي جوّه تماسكت وبقت القطع معاكِ متساوية، التسوية بتاعتها ممتازة، لونها من تحت حلو أوي، جربوها بالطريقة دي، يا ريت لو عجبكم الفيديو تعملوا له لايك وشير. باي باي.